مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإرتية، وفيها بحث الدفع بتنفيذ برامج تعليم الكبار في جنوب البحر الأحمر. تكريم الطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة في القاشبركة. جهود لتعزيز إنتاج العسل في عالدقيح. 70 قتيلا وجريحا بانفجار شاحنة وقود في نيجيريا. احتدام الجدل بين الصين واستراليا حول حادث طائرة عسكرية في بحر الصين الجنوبي. وبيونغ يانغ تستبغ قمة أبيك في سيول بإطلاق صواريخ باليستية. أهلا بكم مشاهدينا. عقدت في مدينة عصب في 21 من أكتوبر الجاري ورشة عمل حول تنفيذ برامج تعليم الكبار والتعليم التمهيدي. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في كلمته في الورشة التي حضرها مسؤولو الأقسام والجبهة والاتحادات الوطنية ومدراء المديريات والمدارس أن التعليم مفيد للجميع، ويجب على الجميع أن يتحملوا المسؤولية المتساوية في تطويره وكفاءته، وحث المشاركين لتعزيز دورهم ومساهمتهم في تقديم آراء للدفع بالأنشطة والمبادرات الجارية. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ فسائي كداني أن من الأولويات ضمان مشاركة الأطفال في التعليم في السن المناسب، ومن لم يجد فرص التعليم عن قرب ضمان محو أميتهم. من جانبه قدم مسؤول وحدة التعليم الأساسية الأستاذ خليل عثمان توضيحا حول نقاط القوة والضعف في تنفيذ برامج تعليم الكبار وخدمات التعليم التمهيدي بالإضافة إلى الخبرة المكتسبة. وقال إن برنامج تعليم الكبار انطلق في الإقليم في العام الدراسي 1995-1996 بواقع 102 طالب في 5 مدارس في مديريتين، واستفاد منه حتى الآن نحو 31 ألف مواطن في 76 قرية. وأفاد التقرير المقدم بشأن التعليم التمهيدي بوجود 23 روضة أطفال سابقا تستوعب الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، وتم هذا العام إعداد 76 روضة تستوعب حوالي 2200 طفل كجزء من مبادرة التوسع. وأكد المشاركون بدورهم على أن محو الأمية إلى جانب القراءة والكتابة تلعب دورا هاما في خلق الوعي بأهمية التعليم، موصين بضرورة المتابعة الجادة لكفاءة الخدمات المقدمة وعدالة توزيعها وتنسيق الجهود لرفع الزيادة المحققة في التعليم التمهيدي. تم تكريم 283 طالبا حصلوا على درجات عالية في الامتحانات الوطنية للمرحلة المتوسطة بجائزة تامفيدا في بارونتو يوم أمس 21 من أكتوبر. ونظمت الجائزة أو نظمت بتعاون فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة الارتياء بإقليم القاشبركة وفرع التعليم بالإقليم لتكريم الطلاب الذين أحرزوا 85% فما فوق في امتحانات المرحلة المتوسطة، وهم من 13 مدرسة على مستوى الإقليم. وأوضح مسؤول فرع اتحاد الشباب المكلف السيد ماريقوس التأثير الإيجابي للجائزة على البرامج الرامية إلى تخريج طلبة مزودين بالمعرفة والمهارات المؤهلة ليشاركوا بقدراتهم في تنمية البلاد. وأشار مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأستاذ ياسين محمد إلى أن الارتفاع الملحوظ في عدد الفائزين بالجوائز من عام لآخر يسلط الضوء على التقدم المحرز في عملية التعليم والتعلم، وهنأ الفائزين وأولياء أمورهم. ودعا حاكم إقليم القاشبركة السفير محمود علي حروي في كلمته إلى تعزيز دور الآباء والمعلمين والجهات المعنية في توجيه وتمكين الطلاب بالمعرفة والكفاءة، مذكرا بأن تشجيع المتفوقين هو جزء من المبادرات التي يتم اتخاذها لتحسين جودة التعليم. وتفيد الأنباء الواردة إن من بين الطلاب المكرمين بالجوائز 117 أي 41% من الطالبات. نصح الخبراء الزراعيون مربي النحل في مديرية عالدقيح باستخدام المناحل الحديثة لزيادة إنتاجهم. وأوضح خبير تربية النحل الشاب برخت حلوف لوكالة الأنباء الإرتية أن 40 منحلة حديثة فقط من بين أكثر من 5000 منحلة في مديرية عالدقيح مصنوعة من الموارد المحلية، داعيا إياهم إلى أن يستعملوا المناحل الحديثة المعروفة بإنتاجيتها العالية. وذكر أنه هناك 183 مربي نحل في المديرية،
و68 منهم ينشطون ضمن الجمعيات الزراعية، ويملك كل منهم ما بين 40 إلى 220 منحلة، مضيفا أن مناخ المنطقة يوفر البيئة الملائمة لتربية النحل، حيث يفترض أن تمتلك كل عائلة منحلتين للاستفادة من الموارد الطبيعية والمساهمة في الاكتفاء الذاتي وضمان سلامة الغذاء. وأضاف السيد يوسف خليل الذي يعمل في تربية النحل منذ أكثر من 30 عاما والذي يملك أكثر من 100 منحلة أن مصدر رزقه يعتمد على تربية النحل، مشيدا بمتابعة وتشجيع وزارة الزراعة التي تساهم بشكل إيجابي في أنشطتهم المعيشية. قال السيد محمد صالح أحمد الذي بدأ بمنحلتين في عام 2023 ويملك حاليا نحو 100 أنه يكسب دخله 6 أضعاف في العام بالانتقال ما بين المرتفعات والمنحدرات الشرقية. ويعرف أن إدارة ضواحي إيجيلا ومسكولو زولا وسافيرا وكاريبوسا ودمحينا وغاربا نابا التابعة لمديرية الدقيح في المنحدرات الشرقية تشتهر بتربية النحل وإنتاج العسل الأبيض والأحمر والمختلط بكثرة. زادت مشاركة المرأة في التعليم في ضاحية متكا الأبيت بمديرية قندع بنسبة 7% في المدارس الابتدائية و4% في المدارس المتوسطة مقارنة بالعام الماضي. أوضح مدير مدرسة الشهيد إبراهيم عافا الابتدائية والمتوسطة الأستاذ محمد إدريس أن نسبة مشاركة المرأة في المدارس الابتدائية تبلغ 43% وفي المرحلة المتوسطة 39%. وأضاف أن انخفاض اهتمام الوالدين وضعف العلاقات الثلاثية والزواج دون السن القانونية وبعد المدارس الثانوية وحياة الترحال الرعوية من بين التحديات التي تؤثر سلبا على العملية التعليمية. وأكد بناء 4 فصول دراسية مؤقتة هذا العام بمبادرة السكان وحث بإيجاد حل فوري لمشكلة نقص مياه الشرب. وتأسست مدرسة الشهيد إبراهيم عافا الابتدائية عام 1994 وارتقت إلى المرحلة المتوسطة عام 1997. دعا مسؤول الخدمات الصحية في مديرية دقة محرية الدكتور يوسف يماني المجتمع إلى توخي الحذر في استخدام الثلاجات من خلال زيادة الوعي لديهم بشأن سلامة الغذاء والدواء. وأضاف أن عدم تخزين الأغذية بشكل صحيح داخل الثلاجة أو خارجها يمكن أن يؤدي إلى التلوث والأمراض، موضحا بأنه يجب حفظ الأطعمة القابلة للتلف وغير القابلة للتلف بشكل منفصل واستخدام حاويات مناسبة ونظيفة. وذكر بأنه يجب تبريد أي طعام خلال ساعتين من تحضيره، مضيفا أن إرجاع الطعام إلى الثلاجة بعد إخراجه منها يؤدي إلى تكاثر البكتيريا ويقلل من محتوى الطعام. وفيما يتعلق بتخزين الأدوية ذكر وجود تعليمات كل عبوة دواء لتحفظ في درجة الحرارة ومستوى الضوء المناسب، وخارج ذلك فإن الدواء يفسد. ودعا لحفظ الأدوية بعيدا عن الشمس والأطفال، وحفظ الأدوية المبردة وغير المبردة بشكل منفصل، وحفظ أدوية السكري في مكان بارد. نظم سكان عد حربو في مديرية دباروا حفل تكريم في 19 من أكتوبر الجاري للعاملين الشباب في مشروع عد هالو رقم 6. ويقوم مشروع عد هالو بأعمال مدعومة بالآليات لتوسيع عرض الطريق الترابي من عداقة دحنا إلى عد حربو من 6 أمتار إلى 8 أمتار، وتدعيم الأماكن المتضررة بالسيول وإنشاء المجاري التحويلية. وشكر أعضاء مشروع عد هالو رقم 6 في المناسبة السكان على دعمهم وحثوهم على المساهمة في العناية ببرامج التنمية التي يتم تنفيذها بميزانيات ضخمة. وجرت حملة نفير لتشجير جانبي الطريق. وتقع قرية عد حربو والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 130 نسمة على بعد 11 كيلومترا غرب مدينة دباروا. مشاهدينا نشرة التواصل من الفضائيات الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. لقي 29 شخص على الأقل مصرعهم، وأصيب 42 بجروح جراء انفجار شاحنة صهريج بعد حادث سير في ولاية نيجر بوسط نيجيريا بحسب ما أفادت به أجهزة الإسعاف. وقال مسؤول محلي أن شاحنة تنقل الوقود انقلبت وتجمع الناس لجمع الوقود ثم انفجرت الشاحنة واندلعت فيها النيران. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية تعتبر حوادث صهريج الوقود شائعة في نيجيريا، حيث لا تجرى صيانة دائمة
لكثير من الطرق، كما يهرع سكان لتعبئة الوقود المتسرب من جراء الحوادث التي غالبا ما تنجم عن السرعة الزائدة وعدم التقيد بقوانين المرور. وشهد شهر مارس الماضي حادثا مماثلا راح ضحيته 10 أشخاص، بينما شهد يناير الماضي كارثة تمثلت في مقتل 98 شخصا في انفجار بعد أن هرعوا لتعبئة الوقود من صهريج تعرض لحادث في ولاية نيجر. وصفت الدفاع الصينية إجراءات قواتها لطرد طائرة عسكرية أسترالية من المجال الجوي للبلاد بالمبررة والقانونية، متهمة أستراليا بتشويه الحقائق في محاولة للتغطية على التدخل في أجواء الصين. جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم الدفاع الصيني جيانغ بين ردا على تعليقات أستراليا على قيام الجيش الصيني بطرد طائرة عسكرية أسترالية اخترقت المجال الجوي فوق جزر شيشة الصينية بشكل غير قانوني ودون موافقة الحكومة الصينية وفقا لبيان الجيش الصيني. من جانبها قدمت حكومة أستراليا احتجاجا رسميا دبلوماسيا ضد الصين واتهمتها بالتصرف بطريقة غير آمنة وغير مهنية إثر إطلاق طائرة مقاتلة صينية قنابل مضيئة بالقرب من الطائرة العسكرية الأسترالية في المجال الجوي الدولي فوق بحر الصين الجنوبي حسب الرواية الأسترالية. وقال المتحدث باسم الدفاع الصيني أن الإجراءات التي اتخذها الجيش الصيني لطرد الطائرة العسكرية الأسترالية من المجال الجوي الإقليمي الصيني كانت مبررة وقانونية ومهنية ومنضبطة، وهي محاولة للتغطية على اختراق أسترالي للمجال الجوي الصيني. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى، وذلك قبل أسبوع من اجتماع زعماء منطقة آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية. وكانت هذه أول عملية إطلاق صواريخ باليستية تنفذها بيونغ يانغ منذ مايو في تحد لحظر دولي تدعمه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على تطوير مثل هذه الأسلحة. وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان أنها رصدت مقذوفات عدة يعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقت من منطقة قريبة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ باتجاه الشمال الشرقي في وقت مبكر من صباح الأربعاء. وقال الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد التحركات قبل الإطلاق ثم تتبع المقذوفات بعد إطلاقها، وإنها حلقت لمسافة 350 كيلومترا تقريبا. أعلن رئيس البيرو المؤقت خوسيه خيري حالة الطوارئ في العاصمة ليما ومدينة كاياو المجاورة في إجراء استثنائي يستمر لمدة 30 يوما لمواجهة موجة العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة. وأكد خيري في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي أن حالة الطوارئ ستدخل حيز التنفيذ وتشمل ليما الكبرى وكاياو، ويتيح هذا الإجراء للحكومة نشر الجيش في الشوارع وتقييد بعض الحقوق مثل حرية التجمع. وأشار الرئيس المؤقت إلى أن الجريمة ازدادت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة مسببة معاناة للعائلات وعرقلت تقدم البلاد. ويأتي هذا القرار بعد موجة عنف استهدفت خصوصا قطاع النقل حيث قتل نحو 47 سائق حافلة منذ بداية العام. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. بحث الدفع بتنفيذ برامج تعليم الكبار في جنوب البحر الأحمر. تكريم الطلاب المتفوقين في امتحانات الشهادة المتوسطة في القشبركة. جهود لتعزيز إنتاج العسل في عد قيح. قتلى وجرحى بانفجار شاحنة وقود في نيجيريا. احتدام الجدل بين الصين واستراليا حول حادث طائرة عسكرية في بحر الصين الجنوبي. وبيونغ يانغ تستبق قمة أبيك في سيول بإطلاق صواريخ باليستية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.